يا ترى ايه اللي حصل في اول رمضان دخل مصر؟ ومين هم اول ناس صاموا في شوارعها؟ تخيل بلد كاملة بتصوم لاول مرة في نفس اليوم وعلى صوت واحد. الحكاية مش مجرد تاريخ، دي لحظة ميلاد هوية جديدة بدأت بأذان المغرب غير وجه مصر للأبد. سنة 20 هجرية وبعد فتح حصن بابليون كان المسلمين لسه بيبنوا الفسطاط، أول عاصمة إسلامية في قارة أفريقيا. ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر والمغرب بيحكي إن أول رمضان عدى على مصر كان مليان بالدهشة. المصريين وقتها شافوا لأول مرة جيش كامل بيفطر في وقت واحد على صوت أذان واحد. أول رمضان في مصر ما كانش بس الصيام على الأكل، دي كانت رسالة طمأنينة، وما كانش لسه في مآذن ولا فوانيس، لكن كان في خيمة القائد عمرو بن العاص اللي كانت مفتوحة للكل. المقريزي بيقول لنا إن عمرو بن العاص في أول رمضان ليه في مصر عمل مائدة ضخمة في المسجد ودعا عليها أعيان المصريين والأساقفة علشان يشاركوهم بهجة الشهر، ومن هنا بدأت بذرة الوحدة الوطنية على مائدة الإفطار. المصريين طبعا كانوا متعودين على الصيام، وعلشان كده انبهروا بفكرة رمضان كشهر اجتماعي بيساوي بين الحاكم والمحكوم في الجوع والفرحة. من 1400 سنة وفي المكان ده بالذات اترفع أول أذان لمغرب رمضان في مصر، ومن اللحظة دي مصر دخلت رمضان بطريقتها اللي لسه عايشة لحد النهاردة. تخيلوا لو رجعنا بالزمن، ايه أول حاجة كانت هتلفت نظركم في شوارع الفسطاط في أول رمضان؟ شاركونا في التعليقات واستنونا في حكاية جديدة من أصلها ايه مع بتوع الآثار.